اضافة واحدة على اللحمة المفرومة بنص كيلو دقيق ودهان سحري على الكفتة بتاعتنا. هنعمل اكتر من 17 رغيف على فرن البوتاجاز ومن غير فحم ولا شوي. هتعملي احلى كفتة في حياتك كلتيها. كفتة الحياتي بأسهل وأبسط طريقة وأسرع مقادير تطلع طرية وجوسي واخدة لون حلو قوي ومن غير ما تشويها على الفحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أنا عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندي 50 جرام من اللي هي الضاني أو من البوش، تقدروا تستعملوا دي أو دي. بصلاية كبيرة مقطعينها مكعبات و3 فصوص من الثوم، معلقة كبيرة من الصلصة ومعلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من البقسماط معلقة كبيرة من البقسماط، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وميكس توابل هقوله لكم دلوقتي. الاول في الكبه بتاعتي نزلت البصل ومعاه اللي هي الضاني او البوش زي ما هتستعملوا، افرموهم كويس قوي ناعم مع بعضهم او حتى تقدروا تجمدوهم وتعملوهم بالمبشره. بعد ما خدناهم وفرمناهم وبقوا ناعمين قوي هننزل عليهم البقسماط بتاعنا، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره توم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، وملح وفلفل اسود على حسب الرغبه. البابريكا اللي هنستعملها تكون مدخنه علشان احنا مش عايزين الكفره بتاعتنا يبقى لونها احمر، احنا بس عايزين ناخد الطعم الحلو بتاعها. بعد ما خلطنا الكلام ده كله مع بعض او حتى تقدروا تعجنوه على ايديكم، خدت شويه من ميه بصل انا كنت مجهزاه للسلطه. البصل بتاع الكفته احنا مش هنشيل الميه بتاعته ولا اي حاجه، احنا هنسيب كل حاجه زي ما هي. هنخلط الكلام ده مع بعضه زي ما شفتوا، وبعدين هنبدأ ناخد الكفتة بتاعتنا ونحط ايدينا في المية اللي فيها ميكس الصلصة مع الزيت والبصل ومية البصل وبعدين بقى على اي ستيك او سيخ اي حاجة عندكم تقدروا تصبعوا عليها الكفتة، هنبدأ ناخدها كده ونعمل صوابع. طيب انا مش عندي شبكة، ما عنديش فويل، ما عنديش حاجة اصبع عليها، يبقى هنستعمل خلتين شيش عفوا نحطهم جنب بعض ونبدأ ان احنا يعني نشكل عليهم صوابع الكفتة بتاعتنا. ما عندناش شبكة نقدر نستغنى عنها تماما ونقدر نحطه مباشرة جوه اي صينية او اي جريل متوفرة عندكم. هنشكل بقى كل الكمية وتقدروا تعملوا صوابع كبيرة او صغيرة. انا هنا عملت ميكس، نص الكمية عملتها كبير ونصها صغير علشان ما حدش يزعل. لو وصلتوا لحد هنا ومكملين قولوا لي بتفضلوا الكفتة بلحمة ضاني ولا لحمة بقري، النوع اللي تفضلوه اكتبوا لي تحت بقى في التعليقات. شكلت كل الكمية بتاعتي وبعدين هاخد الخليط الباقي بتاعنا الحلو ده، الباقي من الصلصة والزيت، وتقدروا تضيفوا عليهم شوية من الفلفل الاسود برضه هيدوا طعم حلو قوي وريحة حلوة. هندهن الكفتة بتاعتنا كده من بره كويس قوي ودخلوها التلاجة مش اقل من نص ساعة علشان تفضل محافظة معاكم على العصارة بتاعتها من جوه وما تنشفش جوه السوا، وهنشيلها في التلاجة. وعلى ما بقى الكفتة بتاعتنا تقعد في التلاجة هنجيب بولة ونحط فيها كوباية من المية، معلقة من الخميرة ومعلقة من السكر. هنحط على الكلام ده كله 5 معالق كبار من الدقيق، اللي هنا المقدار اللي مستعملاه كله نص كيلو من الدقيق، خدت منه 5 معالق. وهبدأ ان انا اخلط الكلام ده كله علشان اعمل محسن طبيعي للعجينة بتاعتي، او زي ما بيقولوا كده عجينة البولش. العجينة دي بتكون حلوة قوي، اللي هو اصلا احنا نص ساعة هنكون عجنا والعجينة بتاعتنا خمرت بشكل كامل ومن غير ما نتعب ولا اي حاجة. خلطنا الكلام ده كله كويس، يبقى هنغطيه بستريتش وهنسيبه 10 دقايق. بعد 10 دقايق هنلاقي بقى ان الاسترتش بتاعنا بدأ يرفع كده لفوق، والعجينة بتاعتنا اختمرت وحجمها زاد وتضاعف وقوامها بقى اتقل كده ومتقطع زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده هننزل عليها الدقيق اللي فاضل ولكن على مرتين، وبنقلب بالمعلقة. لحد دلوقتي احنا ما دخلناش نعجن بايدينا ولا بعجان ولا اي حاجة، واصلا العجينة سهلة مش هتحتاجوا لها عجان ولا اي حاجة. هبدأ ان انا كده احط كمية الدقيق الباقية وبايديا، انا مش لابسة جلوفزات ولا اي حاجة علشان اوريكم العجينة هتكون عاملة ازاي. الاول هتلاقوا ان هي بتلزق كده في الايد وتكون صعبة معاكم، وابدأوا لموا حروفها كده، وبعدين هتلاقوا معاكم عجينة يعني لحد ما بتلزقش. هنغطيها ونسيبها بالظبط 5 دقايق. بعد 5 دقايق هنكشف عليها تاني ونحطها على الرخامة بتاعتنا، وهنبدأ بايدينا كده نبل ايدينا مية ونعمل لها زي نظام ستريتش. احنا يعني ستريتش كده، لفوا شدوا العجين زي ما شفتوني بعمل، شدوا العجين بتاعكم مرة واتنين من كل جنب، وبعدين حطوه ربع ساعة بالظبط وهتكون اختمرت واللهم بارك. الكلام ده كله تقريبا نص ساعة، دلوقتي الجو حر مش بياخد وقت ولا اي حاجة. بعد ما جهزت عندكم طبق صغير فيه شوية دقيق وعلى صينية فيها شوية دقيق برضو رشة كويسة كده من الدقيق، وقطعوا الحجم اللي يناسبكم. تقريبا حجم الساندوتش الواحد او الرغيف الواحد لساندوتشات الكفتة بيكون 30 جرام لكل كورة، يعني تقريبا في حجم الليمونة اللي هي كبيرة شوية. تقدروا طبعا تكبروا او تصغروا على حسب رغبتكم.
بدأت كده ان انا افرده، وعشان بقى اعمله زي المطاعم بدأت ان انا اعمله بشكل طولي كده زي ما انتوا شايفين. يعني بضغط عليه وسمكه ما يكونش، يعني مش عايزينه سميك قوي علشان ما يبقاش تقيل. صينية بقى ومسخنينها كويس قوي على الفرن. تقدروا قدامكم طريقتين، تنفضوا او تمسحوا الدقيق بتاعكم كويس قوي من على الرغيف وتحطوه، او تحطوه بالدقيق بتاعه وبعد ما يستوي تقدروا تمسحوه بفوطة نظيفة، هيكون معاكم حلو قوي. اول ما يتحط هنقلبه كده على طول، مجرد مش هنستنى ياخد لون ولا اي حاجة، 30 ثانية وبنقلب على الوش التاني ومرة تانية، وبعد كده اللهم بارك بتلاقوه بدأ ينتفخ معاكم بمنتهى السهولة. النار بتاعتكم تكون متوسطة، الطاسة او الصينية اللي بتسووا فيها تكون على نار وسط وتكون سخنة كويس جدا. الرغيف بتاعنا ينتفخ، يبقى هنحط طرف المعلقة عليه علشان ينتفخ كله بشكل كامل، وبيطلع اللهم بارك حلو قوي. الكفتة بتاعتي بقى انا مولعتش عليها الفرن ولا اي حاجة، حطيتها تحت الشواية بالظبط تلت ساعة، 10 دقايق على الوش ده و10 دقايق على الوش ده، وكانت واخدة اللون الحلو قوي اللي انتوا شايفينه. طب انا ما عنديش شواية، يبقى الصينية بتاعتي زي ما هي كده بس من غير الشبك، هحطها على البوتاجاز وهعلي النار بتاعتي شوية، 10 دقايق هنا 10 دقايق هنا، ويطلع معاكم احلى ساندوتش كفتة ممكن تعملوه في حياتكم. جوسي كده وطرية، محافظة على العصارة بتاعتها، واخده لون حلو قوي مع عيش طري كده بقى. وهستنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم، ما تنسوش تسيبوا لي بقى كومنت لطيف زيكم، وتعملوا لايك وشير كتير قوي، وتعملوا منشن لاصحابكم علشان يستفيدوا بالوصفة. وتاني ما تنسوش اللايك والشير يا حلوين، صحة وهنا.